السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعد شكل الدوري الجديد، الدوري المسرحية، دوري مرجان أحمد مرجان، بقى الوضع ايه يعني؟ 21 نادي، وتقعد مع رئيس الرابطة، يقعد مع رئيس مع الأندية. ده شكل الدوري. طب والنبي هنعمل كذا، لا هنشيل كذا، لا هنحط كذا. هو ايه المسرحية اللي احنا فيها دي؟ هو ينفع الدوري اللي تحدده الأندية؟ هو امال الاتحاد الكوره بيعمل ايه والرابطه بتعمل ايه؟ هو انا اجيب الطلبه عندي مدرسه وعندي امتحانات وعندي كل حاجه، اجيب الطلبه اقول لهم احنا هنحط السؤال كذا وامتحانات كذا وهنشيل السؤال ده وده اجابته كذا؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا مش واصلين لكده، مش للدرجه دي يعني. فيه لائحه بنمشي عليها، في شكل دوري هنمشي عليه. 21 فريق ليه؟ وليه فردي؟ طيب الموسم الجاي تلاقي الاتحاد مصارع على الهبوط، وتلاقي غزل المحله، وتلاقي الاسماعيلي برضه. تعمل ايه؟ تخليهم 25 فريق؟ يعني انت كنت بتهرب من ان انت بتلعب الدوري 34 جوله، دلوقتي خليتهم كام جوله؟ تحسبها ده ال 21 فريق هيلعبوا بعض يبقى 21 جوله، وترجع السبعه يقابلوا بعض، 7 و21 28 وال 14. هو في ايه؟ انتوا بتدوروها ازاي؟ ده انت كده خليتها 33 جولة. بتدار ازاي؟ مش فاشلة في كل حاجة. الكرة المصرية فاشلة في كل حاجة. طه عزت لما طلع فضح الكرة المصرية. طه عزت لما طلع مع ابراهيم فايق فضح الكرة المصرية في 15 دقيقة، لخص الكرة المصرية في 15 دقيقة. طلع بقى ورايها احمد دياب. ما تعرفش احمد دياب ده برضه كان ايه؟ يعني اللي شفته مثلا بيلعب في منتخب، ولا لعيب كوره، ولا حكم، ولا وجايبينه حاطينه رئيس الرابطه. إيه؟ طب ما في ناس محترمه، في عماد متعب، في حسام غالي، في ناس محترمه تجيبوها تحطها في رئيس الرابطه يشيل. لكن ده اللي شفناه، ده المفروض هو حاجه محترفه لدور النادي المصري. النادي الم... الكره المصريه اضعف دوري في العرب، اضعف الدوري اللي كان الوحيد اللي بتقعد تتمزج منه. مفيش كوره. اسمع بقى احمد دياب بيقول ايه مع سرداب. عملنا بلان مع الانديه ان احنا نرجع في خلال الثلاث مواسم. انا اقعد مع الانديه ليه؟ انت اتحاد. ومع في الاعتبار يا كابتن سيف ان انت بالنظام هم اللي هيحطوا الاسئله الحالي ده مع الكالندر المزدحم. احنا عندنا ان شاء الله منتخبنا الوطني عنده منتخب ايه ده؟ انت منتخب الشباب ما حد في مصر هنا ما خدش المركز الرابع. وعندنا كاس عالم باذن الله فاضل لنا يعني ان شاء الله خطوات قليله نكون باذن الله. مين ده عشان يمسك رئيس الرابطه؟ فبالتالي هو ده برضه الهدف للجميع، بالاضافه للمشاركات بتاعت الاربع انديه في البطولات الافريقيه. هل السنه الجايه هيكون هبوط 4 خلاص قرار نهائي؟ قرار نهائي. والسنه اللي بعدها 4. تمام. طيب النهارده برضو كان في غياب الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود. غياب الزمالك وبيراميدز هياخدني برضو للمساله والسؤال الشهير اللي كل الناس بتسال عليه، ازمه مباراه الاهلي والزمالك والقرارات. هل دي كانت بناء على لائحه؟ سمعنا تصريحات امبارح للاستاذ طه عزت رئيس لجنه المسابقات ان دي لائحه ونفذ اللائحه، ثم بعد كده قرار الرابطه. اسمع بقى. ممكن وجود حضرتك معانا في اول لقطه بعد هذه الازمه، ممكن حضرتك تقول بقى المشهد عامل ازاي وترد على الناس؟ مش هيرد. طيب عشان اقول لحضرتك ونوضح للناس يا كابتن سيف، هيدخل بقى في حاجه ثانيه. اللائحه دي اتعملت الموسم الماضي. دي لائحه جديده تماما، سواء لائحه المسابقات للدوري او لائحه مسابقات بس العاصمه او دوري نايل ولائحه العقوبات. اللوائح دي كلها كانت مشروع لوائح جديد، والحقيقه ان ده كان مطلب لينا كلنا بان يكون في لوائح جديده، لان كانت اللوائح في مواصفات محتاجه انها تتطور. الحقيقه ما اثير على السوشيال ميديا وما اثير في البعض يعني في الفترات اللي فاتت ملوش علاقه بحقيقه اللائحه، عشان نبقى برضه واضحين. ودي مناقشات تمت النهارده من الانديه، وبعض المواد اللي اثير انها لازم ما تبقاش موجوده في اللائحه دي فيما هو قادم كان في غير محله تماما. المواد دي يا كابتن سيف، والنهارده استعرضنا ده في وجود ال 15 نادي موجوده في جميع دوريات العالم،
اللي هي ايه يا سياده النائب؟ اللي هي ايه؟ زي الماده 62 زي الماده 63 زي الماده 7 اللي هي بتقول ايه؟ كل ماده بنصها لو الاعداد عند حضرتك يعرضها. لكن مثلا الماده 62 يا كابتن سيف عشان ناخد مثل كده، هي ماده بتقول ان دي لائحه جديده، فاي تعارض بينها وبين احكام اي ماده او اي قرارات سابقه عليها لا يسري الا مواد هذه اللائحه. لما حضرتك تفكر كده في الكلام منطقي، هو ما ينفعش في اي لائحه جديده او في اي تشريع ما تتكتبش الماده دي. بمعنى ايه يا كابتن؟ احنا النهارده الدوري سنه 86 كان بلائحه، صح؟ تمام. لو فيها ماده تتعارض مع الماده بتاعت اللائحه دي، انهي اللي يمشي؟ اللائحه الجديده. طب لما انا اشيل الماده دي يبقى انا كده بعمل حاجه صح؟ لا. طب هل الماده دي فضايح مش موجوده في جميع دوريات العالم؟ اتفضل معاك، اتفضل. فمعلش انا كنت بقول لحضرتك ان ماده زي دي موجوده مثلا في لائحه كاس العالم للانديه اللي هتقام في امريكا. تمام. نفس الماده موجوده. هي الماده دي يا سياده النائب بتسمح ان لجنه المسابقات تطلع قرار بناء على اللائحه، والرابطه تطلع قرار تاني او تخفف العقوبه، قصدك تقول؟ نعم. يعني اللائحه دي قصدك تقول ان هي زي ما سمعنا امبارح طه عزت بيقول ان اللائحه بتقول قرار فهو طلع بناء على اللائحه، ثم بعد كده مجلس اداره الرابطه من حقه ان هو يعدله؟ طبعا. طبعا. وعلى فكره يا كابتن سيف، مواقف كتير يعني الاتحاد الافريقي مش بيحصل مثلا في بطوله دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه ان حضرتك تلاقي ان نادي تعاقب بخصم نقاط وغرامه وبعد كده ايه اللي دخلنا في الاتحاد الافريقي وايه اللي دخلنا؟ احنا مش عندنا لوائح وقوانين هنا في بلدنا. هو ده مش موجود في العالم كله. في العالم كله انت بتحدد ليه في العالم كله؟ تفهم الحيثيات. وانت الجمهور ممنوع من بيروح 5000 ولا 10000، تقول لي لازم نروح 100,000؟ ده حاجه ما تعرفهاش الا في الدوري المصري، ما تشوفهاش الا في الدوري المصري. الدوري المصري ماشي دوري مرجان، هو ده دوري مرجان. فالموضوع بقى يعني زاد عن حده، وبتحصل فتنه في الكره المصريه بسبب الناس دي. تلاقي الشارع هايج كده بسبب الاشكال دي. مش ده اللي يضر الكره المصريه. لا، احنا كزملكاويه بنقول لك هات حسام غالي، هات عماد متعب، هات ناس فاهمه، ناس احترفت بره تقدر تقدم الكره المصريه. لكن بالناس دي الكره بانهيار، والشارع المصري بيسخن كل يوم عن التاني. الشارع المصري بيسخن، ومصر مش مستحمله ان الاشكال دي تقعد تدير في الدوري المصري كده وتطبق قوانين ولوائح بمزاجها. ده كان الموضوع التاني طبعا موضوع الاعلان اللي عملته شركه اتصالات. طبعا الاعلان واتمسح واعتذار وما فيش. جماهير الزمالك لما تتكاتف بتبقى حاجه جميله. اتمنى الجماهير الزمالك تفضل بالطريقه دي على الاقل بعد ماتش الكاس، يعني لحد ماتش الكاس. يعني الجماهير دي اللي عملته والحمله اللي عملتها على شركه اتصالات قلبت الدنيا. مسافه 3 ساعات كان نص مليون لغي تعاقدهم مع اتصالات. شوف شركه اتصالات واعتذارات وبرضه لا توضيح ومفيش. هي جماهير الزمالك يعني حدث ولا حرج. طبعا خلاص فك قيد موضوع خالد ابو طيب. الفلوس وصلت والمخالصه وصلت من نادي الزمالك للاتحاد الدولي، وبالمبلغ اللي هو كان متحدد 983,000 يورو، وخلاص الموضوع خلصان. الموضوع عبد الله السعيد بقى داخل في شويه عواقب شويه، لان عبد الله السعيد كان خلاص خلص واتفق مع عمرو الجنايني، دخل عضو في اتحاد عضو من الزمالك، اتصل بعبد الله السعيد ولقى المبلغ ده كتير ومش عارف ايه. عبد الله السعيد جه لامم حاجته وجه ماشي. اتمنى الكابتن عمرو الجنايني يتابع مع عبد الله السعيد ويراجعه لحد ما يجيب عبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد محتاجينه في ماتش بيراميدز اللي هو في الكاس. محتاجينه، مش يبقى هو وزيزو، لا محتاجين عبد الله السعيد. كمان في صفقات بقى، الصفقات اللي هو مهند علي وكريم البركاوي، طارق حامد خلص خلاص بنسبه 100% خلص.
مهند علي خلاص برضو بنسبه كبيره خلص. كريم البركاوي بقى يتكى فيه. فريد الملالي اللاعب الجزائري المحترف في فرنسا، لاعب عالي، لاعب عالي قوي، وهيبقى حاجه حلوه. بس في توضيح كده، الكابتن محمود الخطيب جرحي بتاع عضو الاهلي طلع وبيشكر في الاعلان، والاعلان ده حلو والكلام ده. الكابتن محمود الخطيب ما طلعش بيان ولا طلعش حاجه. يا كابتن محمود الخطيب انت شخصيه محترمه، بس في حاجات كده لازم تطلع توضح، لازم تطلع تعمل احتراض، لازم تطلع تتكلم في الموضوع، لان في الشارع المصري ساخن، مش عايزين اكتر من كده، واحنا شايفين الدنيا بايظه بره الدول العربيه مع اسرائيل وكده. ده كان موضوع. شكرا والسلام عليكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.